في المستوى، لعبوا كره جميله، اونجاجمون كبير، تاكتيكمون زيتي بري، ولهذا شرفوا العرب. المدرب je pense que l'entraîneur a ramené sa touche. Sa touche, c'est surtout beaucoup plus sur le plan offensif. شفنا النتيجة فريمون بوزيتيف من هذا الباب، لأن سور لو بلون اوفونسيف شفنا بلي لونترينور يا يو اون توش كيما يلزم الحال. لي شونجمون دار دو شونجمون كيف كرة جميلة، نقولوا لهم شابو. أنا نظن الفيدرالية تاع المروك دارت التغيير جابت النتيجة. برازيل العرب، برازيل العرق. قال لك المغرب عايز ياخد كاس العالم، اكيد في البلاي ستيشن. يا جدعان هايدي مبهدلاهم، اقسم بالله هايدي مبهدلاهم. قال لك المانيا منتخب المنشفت، المغرب منتخب المنشفات. ضحك يا جدعان، دي ماتش كوميدي. شفيك الحال، راه الدنيا هي هذه، اما عالم اما فاهم اما ظالم اما بهيم. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومبروك علينا التاهل، مبروك علينا التاهل عن جداره واستحقاق. وخلي العديان يطرطقوا، كاين شي وحدين الفقصه شداهم، المراره ديالهم غطرطق. المهم الاخوان بلا ما نطول عليكم نخليكم تكملوا الحلقه ديال اليوم. ما تنساوناش بواحد لايك، كومونتير، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي كيشوفوني لاول مره ينزلوا، واشتركوا في زر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد ديالي الاخوان، ونخليكم تشوفوا الفيديو على بركه الله. الجانب الاخر هايتي، رحتي ولا جيتي؟ المغرب برضو كسبتها يا كابتن كريم 4-2. فلت انت منها دي. فلت انا الحمد لله، كنت هبقى ترند للصبح. اقعد لك بصراحه مش كده؟ المغرب 4-2. الوصافه منطقيه في مجموعه زي دي للمغرب، ولا كان من المنتظر ان هم يتصدروا بالذات بعد ما تعادلوا مع البرازيل الجوله الاولى؟ يعني مش عايز الساده المستمعين يستغربوا، هنشرح لهم ليه دلوقتي، لكن هي المنطقيه كان المغرب هو اللي يبقى اول. مش كده؟ طبعا. وخصوصا في مباراه النهارده، يعني المغرب بتلعب هايتي والبرازيل بتلعب اسكتلندا. 4 نقط مغرب، 4 نقط برازيل. مفروض على الورق وعلى اللي احنا شفناه الفيدباك بتاع هايتي وبتاع اسكتلندا اقوى. فالطبيعي النهارده المغرب تعمل اعلى سكور عشان تبقى تتصدر المجموعه، والناحيه الثانيه البرازيل تنبأنا او توقعنا او كل الاراء كانت رايحه تكسب 1-2، لان فعلا اسكتلندا عملت مباراه حلوه جدا قدام المنتخب المغربي. لكن الطبيعي الصداره كانت تبقى المغرب، وخصوصا ان انت بتوصل مع البرازيل راس براس 4 نقط و4 نقط، فانت بتلعب خصم مفروض على الورق وعلى اللي احنا شفناه ضعيف. البرازيل بتلعب خصم اقوى، فالطبيعي ان انت تكون في الصداره، لكن ده ما حصلش. لكن حصل المكسب، واعتقد ان ده درس يتعلم منه المدرب طبعا وهبي، لان تغييرات برضو النهارده في التشكيل اثرت بشكل كبير جدا. برضو انت بتلعب باثنين في وسط الملعب، مغير الاثنين مره واحده، يعني الاثنين اول مره يلعبوا ما لعبوش من اول بطوله، ما بداوش. بتغير الباك ليفت، بتريح مزراوي او مش بتريحه، انت بتلاعب انس عشان يخدم طريقه اللعب، بتدخل ايوب الكعبي جنب سيباري، فبتلعب باثنين فراوده. فدي ممكن يكون كان عنده افكار زي ما اتفقنا ان هو عايز يخلص المباراه بدري، لكن ما اعتقدش انها خدمته كتير، بدليل ان انت فضيت وسط الملعب، بدليل ان انت جه فيك هدفين. الاهم من ده كله ان ما ينفعش ده التحضير لمباراه زي دي من لعيبه المغرب، لان سبب الهدفين كان في رعونه شويه في اداء لعيبه المنتخب المغربي. فرقوا. يعني الرعونه فرقت في وسط الملعب، وخصوصا يعني المغرب استفاقت في الشوط الثاني اكتر لما حست. بص، المغرب ما كانتش بتفوق لما بتحس بالخطر. المغرب دخل فيها هدف عكسي طبعا، وان ده اللي يدل برضو ان هدف مش ملعوب. يعني هايتي كويسين وعملوا ماتش حلو، بس لا، اللي ساعدهم على ده المغرب. بتبدا تقلق، بتبدا تخاف، بتبدا تدور على التعادل، فبالتالي بتجيب التعادل. بعدها على طول بتلاقي رعونه من ابراهيم دياز في وسط الملعب في السكند بول، لما تردت من هادريات في وسط الملعب. ابراهيم دياز عمل حركه غريبه جدا، المفروض يخش يلتحم في الكوره، رفع ايديه الاثنين وبعد عن الكوره خالص.
خاف على نفسه بلغه الكوره كده، فالراجل قطعها وسددها، جاب احسن هدف في البطوله لغايه دلوقتي بصراحه يعني. احلى اهداف البطوله فعلا الهدف. هدف ويلسون ايزيدور. ويلسون ايزيدور لاعب ساندرلاند سجل واحد من حلو اجمل جدا. اهداف البطوله. حلو جدا. المغرب بيقلق تاني، فبيدور على التعادل، بس المره دي بقى اتعلم الدرس. بعد التاني اتحكم في رتم الماتش، التغييرات فادت كتير جدا، طريقه اللعب والشكل القديم رجع تاني للمنتخب المغربي، فبتجيب الثالث فبتجيب الرابع، كانت ممكن العمليه قابله للزياده. لكن كل ده اللي حصل ليه؟ شويه رعونه في الاول، واحنا ده اللي احنا اتفقنا عليه في الاول، ان انت لازم تدور على هدف بدري. فانت حد صح دلوقتي؟ بنتابع. ماشي. لسه الناس مطبقه، وفي كوريا وجنوب افريقيا الساعه 4، احنا يعني ما حدش هينام. انت في كاس العالم ما حدش بينام. بس زي ما انت بتتكلم على الدكه يا كابتن والتغييرات، جاسم ياسين واحد من الناس اللي نزلت، هو وسفيان رحيمي الاثنين سجلوا. بس جاسم ياسين دوت راجل 20 سنه، برافو عليك، بيلعب في ستراسبورغ في الدوري الفرنسي. مكسب جديد ان انت بتعمل احلال وتجديد حتى وانت بتلعب كاس عالم، فدي ميزه كبيره. انت بتعمل احلال وتجديد لاعب اول مره ينزل كاس عالم، فانت بتبص لقدام. والجمهور المغربي سعيد حتى وحيا الفرقه بعد المباراه رغم احتلال وصفه المجموعه واصطدام على الاغلب بهولندا. هيبقى ماتش صعب على المغرب طبعا. خلي بالك مع البرازيل هتلعب اليابان. البرازيل هتلعب اليابان على الاغلب برضه، على الاغلب يعني. ماتش صعب جدا. ماتش صعب جدا جدا. أيوة. كمان لان يعني عايز اقول لك على حاجه، واحنا بنتكلم دلوقتي كده، انا عندي المغرب تلعب هولندا وما تلعبش اليابان. المنتخب الياباني سرعات، انضباط داخل الملعب، منتخب بيزهقك بلغه الكوره، لازم تكون صبور جدا، لازم تكون اخطائك قليله قدامه، لازم كل خطوه لقدامه وانت بتعمل الهاي بريشر عليه وبتضغط عليه لازم بحسابات، لان الضغط لو اتعمل على المنتخب الياباني وحله منك في واحده وما قدرتش تضغط وتقطع، طيب برافو عليك، طيارات، فهتلاقي مساحات كبيره جدا، وده اللي ممكن يعاني منه المنتخب البرازيلي. صحيح. لكن هولندا منتخب قوي جدا، مرشح لكاس العالم بقوه، يعتبر في جميع خطوطه منتخب قوي. لكن في الاول والاخر لاعبي الكوره. صحيح. هتقدر تجاريهم في الكوره زي ما جريت البرازيل. لسه هقولها لك. فاللي خلانا جاري البرازيل يخلينا جاري هولندا. على فكره احنا بنتكلم على هولندا واليابان باعتبار هولندا اول واليابان تاني، رغم ان الاثنين عندهم 6 نقط، المنتخبين او اسف 4 نقط، والاثنين نفس فرق الاهداف موجب 4، بس هولندا مسجله 7 وعليها 3، واليابان مسجله 6 وعليها 2. ده الافضليه لهولندا، مع الوضع في الاعتبار ان هولندا هتلاعب تونس في اقل مشاركتها، فالله يكون في عون التوانسه وعصام الشوالي. لكن اليابان هتلاعب السويد، فالسويد حتى لو متراجعه بس مش المنتخب يعني مثلا لو هولندا كسبت تونس 3 هي مش مثلا صعب ان اليابان هبقى نبسطها. هو وجهين العمله واحده، نفس اللي انت قلته ده هينطبق على اللي احنا بنقوله دلوقتي. البرازيل هتلاعب اسكتلندا، فاسكتلندا قويه لحد ما بس مش هتقدر تكسب قوي، بس البرازيل كسبت. هو نفس الوضع الناحيه الثانيه، هتلاقي هولندا بتلاعب تونس، فالنهارده مين اللي كان بيلاعب هايتي؟ المغرب. المجموعتين شبه بعض بشكل كبير جدا. صح. هولندا اليابان كل واحد فيهم 4 نقط، هولندا عندها ماتش ضعيف، صح ولا غلط؟ صح. نفس الكلام كنا بنقوله قبل الماتش هنا. مغرب برازيل الاثنين عندهم كام نقطه؟ 4. المغرب كانت هتلاعب مين؟ هايتي اللي هي الاضعف في المفروض، فالمفروض تعمل اعلى. فالهولندا واليابان نفس اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي على المغرب وعلى البرازيل، بس هنا الفرق ان المغرب مش هتعمل انا اسف، هولندا مش هتعمل مع تونس زي ما المغرب عملت، مش هتريح اساسيين. وحتى لو ريحت اساسيين، انا بقول لك اضعف اجيال المنتخب التونسي على مر تاريخهم هو الجيل ده. حتى ده انت لو جبت ناس من هولندا مش موجودين في المنتخب وجيت بدات بيهم هيكسبوا منتخب تونس للاسف. على اي حال انت جاوبت على سؤال اعتقد ان محمد وهبي مش هيجاوب عليه بالشكل الواضح، وهيبقى فيه دبلوماسيه كبيره، وهو تلاعب مين؟ هولندا ولا اليابان؟ باعتباره هو دلوقتي وصيف وبينتظر متصدر المجموعة دي. بالمناسبة متصدر المجموعة السادسة وهو المنتخب الهولندي على الورق الآن هيقابل وصيف المجموعة الثالثة وهو المنتخب المغربي يوم 29 يونيو. 29 يونيو ده هيبقى يوم الاثنين القادم، صح كده؟ المباراة دي هتبقى في جوادالوبي في المكسيك. بينما متصدر المجموعة اللي احنا ختمناها دلوقتي دي مجموعة البرازيل وهي المجموعة الثالثة وهو المنتخب البرازيلي هيقابل وصيف المجموعة السادسة وهو المنتخب الياباني الآن على الورق، ده في هيوستن برضو يوم 29 يونيو. هيبقوا ماتشين دور 32 طحن. ده ماتشين نهائي مبكر، نهائي مبكر والله. اليابان قوة. اليابان شئنا ام ابينا خلاص انت بتصنفها ان هي هتنطح برازيل، هتنطح هولندا، تنطح اي حد ممكن جاي يلعبها. ممكن ما توصلش مربع وممكن توصل مربع، لكن في الاول والاخر هي هتنطح اي حد. صحيح. مرياسو قال لك انا الاوان ان احنا نلعب على كاس العالم. هم بص
من البلاد القليله اللي عندها خطه واضحه. بص الناس دي من 10 سنين كانوا فين ودلوقتي بقوا فين. بص الكواليتي بتاعهم. اي نعم ما عندهمش اللعيب النجم، ما عندهمش 3 4 لعيبه مهاريين حافظينهم وبيلعبوا في انديه كبيره، لكن عندهم لعيبه كويسه. عندهم بلد الكابتن ماجد. ما ده حاجه كده بقى. بقول لك في حاجه جديده طلعت اسمها انمي دلوقتي. لا ولاد لذين هم عندهم كان امير كل حاجه. محروس هنا معايا قال لي انمي، قلت له لا احنا كابتن ماجد انمي ايه. ملعب روك في ميامي انتفض بنزول نيمار في الدقيقه 76. الملعب كله قام نيمار نيمار نيمار. وكان انشيلوتي، وطبعا دلوقتي معروضه امامنا معلومه ان اخر مشاركه لنيمار مع البرازيل كانت من 3 سنين تقريبا، 17 اكتوبر 2023. ده لما اتصاب، لما مش متذكر اتصاب وقتها ولا لا. اتصاب لما خرج وراح على المستشفى على طول. هو الحقيقه ان نيمار بالنسبه للشعب البرازيلي هو المنقذ. وكمان عدم حضوره مباراه السبعه الشهيره في سيمي فاينل 2014 كان اتصاب قبليها وما لعبش الماتش. وصلنا للنهايه ديال الفيديو الاخوان، كنتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على الدعم، شكرا لكم من القلب، وشعارنا الدائم الله الوطن الملك. تهلاو لي في راسكم، نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.